اكتشافات حصلت عن طريق الصدفة. الجزء الثالث. سنة 1895 كان العالم الألماني فيلهيم هونتجن بيعمل تجارب على أشعة كاثود، ودي عبارة عن أشعة بيحبسها في أنبوبة شبه مفرغة من الهواء، والمفروض إن الأشعة دي مش بتخترق الأنبوبة. ولكن بيتفاجئ فيلهيم لما لقى لوح متغطي بالفسفور بدأ ينور، وده معناه إنه وصل له إشعاع. فبدأ يسأل نفسه إزاي اللوح وصل له إشعاع والأشعة أصلا ما بتخترقش الأنبوبة. وساعتها بيستنتج إن في أشعة تانية غير أشعة كاثود قدرت تخترق الأنبوبة، ولأنه ما كانش يعرف إيه الأشعة دي فسماها الأشعة إكس، اللي هو يعني الأشعة المجهولة. ومن هنا جاء فكرة واسم أشعة الإكس راي اللي ما نقدرش نستغنى عنها النهاردة في المجال الطبي وفي مجالات تانية كتير. وخد العالم فيلهيم أول جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1901 على الاكتشاف اللي عمله، واللي حصل عن طريق الصدفة. بس كده، بسيطة. اعمل لايك واشتراك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي.